السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. يا ريت اللي مشتركش معايا في القناة يشترك. النهارده بقى حابة اعيشكم معايا تجربة الزبدة المصرية. الحقيقة احنا طلبنا اوردر وحبيت افتحه معاكم واعرفكم ازاي الحاجات دي بتتسيح وازاي تعرفي هي كويسة ولا مش كويسة. فانا حبيت لو هتستفادوا من الفيديو يعني تدوسوا لايك وتشاركوه مع اللي عايز يشتري يعني الزبدة دي، وان شاء الله تستفيدوا بالفيديو. يلا بينا نستفيد بالفيديو ونتفرج مع بعض ونشوف مع بعض الزبدة المصرية هل هي كويسة زي ما بيتقال عليها في الفيديوهات، والشيفات جميع الشيفات بيقولوا عليها كويسة، فاحنا حبينا بقى نجرب. فانا قلت لوالدتي في زبدة يا ماما حلوة الشيفات بيشكروا فيها وبيقولوا عليها كويسة. قالت لي طيب ماشي نجربها. فالحقيقة دخلت الابليكيشن بتاعهم ولقيت ان في عرض اسمه عرض التجربة، ممكن تكتبي 3 بقري واتنين جاموسي او العكس. فاحنا الحقيقة طلبناه وحبينا نجربها. اللي بعد كده بقى بعد ما يجربها عجبته بيقدر بقى يطلب بقى 10 كيلو زي ما هو عايز بقى بالزيادة. فقلت لها ماشي يا ماما هنجرب. طب احنا نعرف منين حلوة ولا وحشة؟ قالت لي بس هاتيها بس اطلبيها واحنا هنشوف إيه يعني لما اسيحها انا هعرف بقى هي كويسة وفعلا زي ما الشيفات ما بيقولوا ولا ايه. المهم طلبناها وديكوا شايفين اهي قدامكم الاكياس. ودي كده بعد ما فكينا احنا الحقيقه سيحنا التلاتة الجاموسي الاول لوحده وبعد كده عملنا الاتنين بقري لوحده. ايوه زي ما قلت لكم في عرض اسمه عرض التجربه، 3 جاموسي واتنين بقري او العكس 3 بقري واتنين جاموسي. وبتسيحيها وبتشوفي لو عجبتك. فاحنا بقى كملوا معايا الفيديو للاخر واشتركوا في القناه معايا وان شاء الله تستفيدوا من الفيديو. فماشي انا قلت لها ايه بقى اللي جاب ياسمين نص رغيف هنا، انا هقول لكم. المهم قلت لها يا ماما طب احنا هنعرف ازاي؟ قالت لي بصي، ومامتي الله يرحمها كانت لما بتيجي تسيح الزبده بقى الفلاحه بتاعت زمان كانت بتعمل اختبار كده، بتحط رغيف بلدي والرغيف ده لما بيتحمص وينشف تعرفي ان الزبدة بقى دي خلاص كده كده استوت وكده هي كويسة. الزبدة دي بقى 100 100. قلت لها لا انا خايفة الردة بقى تطلع في الزبدة وهي بتسيح تبوظ الدنيا والاخر نقول الزبدة هي اللي وحشة ونظلم الناس، ما ينفعش. المهم يا ماما نعمل ايه؟ طب بصي انا بقى هسمع كلامك واحط ايه حتى نص رغيف كده، لو جرى له حاجه او الرده بتاعته او اتهرى او بوظ السمنه لا بقى انا ايه هشيله. المهم هنجرب. قالت لي ماشي. المهم زي ما انتم شايفين حطيت كده نص رغيف وقلت ايه عمال اقلب كده لقيته فعلا يعني مش عارفه يعني انتوا تتفرجوا معايا للاخر وانتوا تشوفوا بقى الصدمه اللي انا اتصدمتها. المهم سيبنا النص رغيف زي ما انتوا شايفين كده وقعدت اقلب. قالت لي ايه سيبيها اقعدي اقلبي كده وعلي النار. اول ما تبتدي انها تفور كده دي اول حاجة تعرفي ان هي كويسة. ماشي اديها فارت هنعمل ايه؟ وطي بقى عليها خالص مع التقليب المستمر. اقعدي قلبي 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 قلبي. قلت لها يا ماما انا خايفة ده النص الرغيف ما بقاش باين، انا خايفة يكون باش، انا خايفة الرد تبهدل الدنيا وتبهدل الزبدة والاخر نظلم الناس ونقول دي مش كويسة. لا بس كملي كملي قلبي قلبي. المهم قعدت اقلب كده 10 دقايق وبعد كده 10 دقايق تاني. هتكملوا معايا الفيديو تشوفوا بقى ايه اللي حصل في الاخر. المهم اهو عمالة اقلب اقلب اقلب. انا معيشاكوا معايا لحظة بلحظة. حد فيكم بقى شايف النص رغيف؟ محدش شايف النص رغيف. ها هنكمل بقى نقعد نقلب كده. ها يلا قلبي يا ياسمين. مم. وبعدين فين النص رغيف يا جدعان؟ يا ادينا عمالين نقلب. المهم ايه لما فارت اهو ابتدى يبان اهو، بس ما باش يعني صراحة ولا باش ولا حاجة. المهم بقيت خايفة برضو، انا حاسة ان هو كش. لا عايزين اهو عمالين نقلب يا مسهل. بس هي بصراحة الريحة قلب البيت كله ريحتها جميلة جدا. عايزين عمالين نقلب اهو، ما تصهينيش عليها وما تسكتيش عشان ايه ما تتحرقش منك. هنقعد نقلب كده نقلب نقلب. انا عايزة اسألكوا برضو في المدة اللي بيسيحوا الزبدة المدة اللي بيقعدوها ايه؟ قولوا لي برضو اكتبوا لي في الكومنتات انتوا اللي بتسيحوا الزبدة المدة بتقعد قد ايه؟ عشان انا حاسة ان هي قعدت كتير، قعدت بتاع يعني اكتر من نص ساعة، بتاع 35 دقيقة كده. ادي اهو عمالة اقلبها اقلبها وادي الرغيف اهو، نص رغيف قصدي، مرضتش احط رغيف قلت اجرب في نص رغيف. ادي اهو عمالة اقلب 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 اقلب.
ونشوف، عايزين نشوف المرتة بتاعتها شكلها ايه. ادي اهو بعد 10 دقايق تاني من التقليب اهو. كل ده وانا واقفة على حالي عمالة اقلب، مش عايزة يعني اسهن عليها او كده عشان ايه، او انساها او اسيبها ولا ايه نجرى لحاجة نرجع بقى ايه نقول ايه تاني يومين. بس بصوا شكلها بقى. كل بس اللي ماما بقى ايه الرغاوي اللي فوق دي، قالت لي كل دي المرطة، المفروض المرطة دي كلها تنزل بقى تحت ايه في القعر. عايزين عمالين نقلب اهو، اما نشوف بقى ايه نص رغيف هيجرالنا ايه عشان نشوف الزبدة دي ايه كويسة ولا مش كويسة. قولولي برضو، اكتبولي في التعليقات في حد بيجرب بالطريقة القديمة دي ولا ايه طريقة جدتي. اكتبولي برضو في حد بيجرب طريقة العيش دي قبل كده ولا ايه، او بتسيحوها ازاي، بتسيحوا الزبدة ازاي. ادينا اهو عمالين نقلب. عايزاكم تكملوا معايا الفيديو عشان اللي حصل في الاخر بقى صدمة 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 صدمة. انا بقول لكم هو بما يرضي الله بعيش معاكم التجربة لحظة بلحظة عشان تشوفوا الزبدة ايه. بصوا طلعت كبشة كده عشان نشوف من تحت ايه، لا تكون مثلا اتحرقت ولا حاجة، لا. بطلع حبة من على الوش كده، ابص على الزبدة كده من تحت، لا مفيش حاجة لسه. ها يا مسهل، ونص رغيف لسه زي ما هو ولا احمر ولا اتحمص. ادينا معاك للاخر يا نص رغيف اهو. معرفش هو فعلا الموضوع ده حقيقي، بس انا ماما بتقولي تيتا كانت بتعمل كده. عايزين نشوفها بقى الزبدة المصريين اللي الشيفات بيشكروا فيها. هي صراحة كريحة وكطعم فوق الخيال صراحة. ادي اهو، ادينا اهو عمالين ايه نقلب ونشوف النتيجة ايه. انا معيشاكم معايا التجربة لحظة بلحظة. طبعا هنشوف بقى في الاخر طعمها ايه وريحتها هي طبعا تحفة تحفة تحفة. بس عايزين نجرب برضو المرتة ونشوف ايه اللي هيطلع معانا. صدمة العمر. ادي اهو عمالين نقلب فيها، بصوا بتغلي ازاي. ده كده بعد 10 دقايق تاني برضو عشان ما اطولش الفيديو عليكم بقى، بفصل وايه واقلب انا مع نفسي 10 دقايق او ربع ساعة وبعدين ارجع ايه افتح لكم الفيديو تاني عشان ما اطولش عليكم. بس حاسة ان الرغيف ابتدى يحمر كده، هو اللي هيعرفني الزبدة استوت ولا ما استوتش. بصوا ابتدى بقى ايه يحمر. انا ما قلبتوش حتى على وشه التاني خالص، هو احمر من وشه من فوق ومن تحت لوحده. بصوا بقى شكله هيبقى عامل ازاي اهو. بصوا شكل الرغيف، نص رغيف قصدي. بصوا بقى الشكل. انا كده خلاص ماما قالت لي كده مية مية اتحمص وبقى طعمه واخد خلاصة الزبدة كلها، خلاصة السيحان بتاع الزبدة كلها وطعم وخرافة. ندمت وقلت يا ريتني كنت حطيت رغيف، طعمه تحفة ومحمص يعني مقرمش كده وطعمه جميل. قالت لي خلاص هي كده بقى الزبدة استوت، والزبدة دي مية مية. عايزة اقول لكم المفاجأة بقى ان احنا طلبنا 5 كيلو تاني، بس العكس بقى كنا طالبين 3 جاموسي و2 باري، طلبنا 3 باري و2 جاموسي. في ناس بقى بتقول ان هما لما بتسيحوا كمان ميكس على بعض كده ال5 على بعض بيدوا طعم تاني خالص، فانا بقى ايه هجربها بقى برضو كده وبقول لكم. ادي بقى بعد ما تسيح، ده طبعا الكلام ده تاني يوم لانها سبتها تبرد خالص وبعدين ايه عبيتها في برطمانين، كل برطمان من ده كيلو. انا عايزه اقول لكم بس تقولوا لي لما بتسيحوا الزبده هل بيخس منها كده ولا ايه، عشان هو كل برطمان من ده كيلو، هما 3 جاموس يدينوا البرطمانين دول بصراحه. فانا عايزاكم برضو ايه تفيدوني تقولوا لي هل كده صح ولا ايه.
زي ما قلت لكم، في ناس بتقول الميكس على بعضه لما بتسيح الجاموسي مع مع البقري مع بعض بيدوكي طعم تاني. ادي بقى ايه ده بقى بعد ما حبيت اللي في تاني يوم ما عبيتهم. دول بقى الاتنين البقري هنسيحهم برضو بنفس النظام، بنفس الطريقة اهو. ادي زبدة المصريين، دول بقري، اتنين بقري. زي ما قلت لكم احنا طلبنا 5 كامل لان صح عجبتنا. انا قلت عايز التجربة اللي كان متردد عايز يطلبها وكان متردد، لا بقول له لا اطلبها بقلب جامد. هما صراحة زبدتهم تحفة، وخصوصا احنا الايام دي في طوبة يعني بقى ايه في عز الزبدة بقى يدوكي بقى الخلاصة كلها. وادي دول الاتنين البقري اهو، نفس القصة. مسيحهم اهو، حلة تيفال بس هي تيفال جرى عليها الزمن شوية اهو. نفس الخطوات اول ما تغلي وتفور تبتدي توطي وتقلبي بقى مع التقليب المستمرة، ما تصعينيش عليها اهو. نفس القصة. بس انا بقى بصراحة ما كانش عندنا بقى برطمانات ازاز تاني، وبيقولوا المفروض ان هم يتعبوا في ازاز. الحاجات البلدي تتعبى لما تسيح تتعبى في ازاز. بس انا في البقري دي كان عندنا بقى ايه علبة كده بتاعت حلاوة كبيرة. حبيتهم صراحة فيها، بصوا برضو بص شكلها. نفس الخطوات اللي اتعملت في الجاموسة تتعمل في البقري. ادي اهو نفس الخطوات. المرة ما تطلع فوق ما نقفلش غير لما ننزل تحت. بصراحة المرة التانية دي انا ما حطيتش بقى نص رغيف، خلاص بقى انا قلت بقى مية مية ومش هينفع يجرب تاني، احنا الاول كنا بنجرب. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك، اشتركوا في القناة. وادي منظرها بصوا، ادي منظر البقري. قولولي برضو الكمية بتخس معاكم. وادي المرتة. عايزة اعمل لكم فيديو تاني بقى اعمل لكم حبة قرص بالمرتة دي هتبقى تحفة. يا رب الفيديو يكون عجبكم، يا رب التجربة تكون عجبتكم. ما تنسوش برضو تدوسوا لايك وتشتركوا في القناة اهم حاجة. عايشتكم معايا التجربة من اولها لاخرها. يا رب تكونوا استفدتوا. وادي الشكل. عايزة اقول لكم الريحة يا جماعة تحفة تحفة تحفة. والمرتبة بتاعتها بصوا ولا محروقة ولا فيها اي حاجة صراحة. انا استغربت من المرتبة دي، جميلة جدا. عايزة بقى رغيف مقمر كده ولا رغيف صابح كده بلدي تحط فيها بقى وياه. جميلة 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 اهو. انا ما كانش عندي غير العلبة دي، حطيت بس الغطا بيلمع من جمالها. عايزاكم تشاركوا لو استفدتوا منه تشاركوا مع زمايلكم وتدوسوا لايك مع اصحابكم، وتدوسوا لايك وتشتركوا في القناة. يا رب تكونوا استفدتوا بالفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.